السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، يا رب دايما تكونوا في صحة وسعادة وهنا يا رب. يا رب كل واحد بيتمنى حاجة ربنا يحققها له ان شاء الله. يا رب كده يكون كل واحد نفسه في حاجة ربنا يحققها له، كل واحد بيتمنى حاجة تتحقق له ان شاء الله تعالى. نبدأ كلامنا كده معاكم ابتسام، وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا انا كنت عامله قبل كده فيديو على الشغل من البيت، ان انت تشتغلي من البيت، لان طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده ان في رجاله مثلا مش بتحب الستات بتاعتها تروح وتيجي كتير وتنزل كتير وتسيب بيتها وتسيب ولادها، او هي نفسها شايفه ان ظروفها مش سامحه ان هي لا تروح ولا تيجي، معاها عيال صغيره، في حاجات منعيها، مثلا الشغل اللي جاي لها بعيد عن البيت، محتاج مواصلات كتير، محتاج وقت كتير، ان هي هتضيعه بره البيت، وده طبعا مش حلو ليها. فطبعا هي مش بتعرف. طيب احنا كنا قايلين افكار قبل كده في فيديو يعني ان انت ازاي تشتغلي من البيت وانت قاعده، من غير بقى ما تروحي ولا تيجي. لا، النهارده في افكار تانية، افكار جديده ان شاء الله هتساعدك ازاي تشتغلي من البيت. خلاص. طبعا كل واحده اكيد نفسها ان هي تزود الدخل، نفسها ان هي يبقى لها دخل ثابت ليها هي. عايزه ان هي حتى تساعد زوجها في مصاريف البيت، تساعد اولادها. طيب في حاجات كتيره ممكن نعملها واحنا قاعدين في البيت. في مثلا عندك اول حاجه تنظيف الخضار. في ناس كتيرة بتبقى شغالة مش بتعرف ان هي مثلا عايزة تيجي تاخد على طول الخضار بتاعها على الحلة، تشتغل على طول على في الاكل بتاعها، لان ما عندهاش وقت تجيب وتنظف وتظبط اكلها وتشتغل. لا، هي ايه، عايزة الكيس بتاع الخضار يكون جاهز. فانت تقدري تعملي الموضوع دوت. تجيبي مثلا بسلة من السوق، فاصوليا، سبانخ، اي نوع خضروات، وتجيبيه وتنضفيه في البيت وتعبيه في اكياس وتبيعيه. ومثلا تجيبي مثلا برضو اي خضار تاني، اي انواع تانية. انت هتشوفي بقى الطلبات اللي هي اللي الناس بتبقى محتاجاها. تمام. مثلا جبتي كرنبيت قطعتيه، ظبطتيه على ان هي مثلا هتسلقه، هتشتغل فيه على طول. الكرنب برضو جبتيه وسلقتيه مثلا او قطعتيه وحضرتيه على ان هي برضو تحشيه. تمام. فانت هتشوفي ايه الاحتياجات اللي موجودة حواليكي، وايه مثلا الناس طالبين ايه، وانت تقدري تنزلي السوق وتجيبي. برضو تجيبي جزر تنضفيه وتخرطيه وتقطعيه مثلا كده قطع على قد البسلة. الحاجات دي كلها. تقدري تفرزي بطاطس، تجيبيها وتقطعيها صوابع وتاخديها كده نص تحميرة في الزيت، وبكده برضو تكون مثلا تحطيها بقى شوية في الفريزر لحد اللي يطلب يطلع من البطاطس على طول، وان هي تقلي على طول. برضو يعني هتكون موفرة كتير لست البيت اللي هي شغالة. ده اول حاجة. تاني حاجة برضو اكلات، تعملي اكلات من البيت وانت موجودة في بيتك، انت اهو لا هتروحي ولا هتيجي. وطبعا زي ما قلت قبل كده احنا كلنا بنعرف نطبخ، مفيش واحدة فينا ما مش بتعرف تطبخ. وكلنا بنعرف نعمل افتكاسات كمان في الاكل على فكرة. يعني مش شرط ان انت لازم تكوني طباخة ماهرة عشان خاطر تفتكسي في الاكل وتعملي افتكاسات، لا والله ابدا. انت تقدري باقل حاجه تفتكسي في الاكل ونفسك، النفس ده اهم حاجه طبعا. وتعملي اكلات في البيت وتعرضيها وتصوريها وتعملي جروب وتبيعيها. تمام. انت مثلا دخلتي كام واحده من صحابك على الجروب، صحابك دولت هيجيبوا صحابهم، دول هيجيبوا معارفهم، وهكذا. يعني ما فيش حد بإذن الله تعالى رب يعني بادئ مشروع وربنا هيخيب ظنه، لا والله. توكلي على الله وإن شاء الله هتبصي تلاقيها مشيت كده من عند ربنا بإذن الله تعالى. عندنا تالت حاجة بقى،
ان انت تقدري تجيبي حاجات بالقسط مثلا. فلنفترض ان انت معكيش، او مثلا عامله جمعيه، نبدا كده مثلا انت معاكي عامله جمعيه ومعاكي مبلغ صغير كده مثلا من الفلوس. خلاص تقدري ان انت تجيبي على قدهم هدوم وتبيعيها، او حاجات كده بسيطة على قد الفلوس اللي معاكي او على قد الاحتياجات بتاعت الناس اللي حواليكي، وتجيبيها وتبيعيها بالقسط. خلاص. او مثلا انت خايفه من حته القسط ديت ان انت تبيعي للناس ويدوكي حبه حبه، لا تقدري انت بقى تشتغلي في ملابس، تجيبي ملابس كده وتشتغلي فيها وتبيعيها باسعار هوينه، باسعار كويسه، هتبصي تلاقيها اتاخدت منك على طول. طب انت مش عامله جمعيه ومعكيش فلوس، انت تقدري تجيبي بالقسط وتبيعيها وتقدري تسدي حبة حبة. ولو ان انا مثلا مش بحبذ النقطة دي، لا انا مثلا انت عاملة جمعية ومعاكي 2000 جنيه 3000 جنيه، انزلي هاتي هدوم بيهم وبيعيهم، وصدقيني هتلاقيها اتاخدت منك هوا بأمر الله تعالى يعني. بس تجيبي حاجات على قد الناس اللي حواليكي، ما انت ما تروحيش تجيبي حاجات مثلا غالية، كام قطعة كده غاليين وما يتاخدوش منك وتقولي لا ده المشروع فشل، انا مش نافعة في الموضوع ده. لا هاتي حاجات في متناول الناس اللي حواليكي، وتقدري ان انت تبيعي، وبرده تقدري ان انت تعملي جروب وتبيعي من خلال الجروب. طب حاجة تانية، مثلا مكنة، تجيبي مكنة خياطة وتقدري ان انت برضو تتعلمي. على فكرة انا يعني بقلب كده على النت، لقيت في كام قناة كده بيعلموا ازاي الخياطة وازاي التفصيل وازاي القص وازاي ان انت تشتغلي على المكنة. برضو دي حاجة جميلة جدا، تقدري ان انت تتعلمي من خلال القنوات ديت. وبما انك بقى ان انت قاعدة، بدل ما انت قاعدة بتقلبي على الفاضي كده على النت، لا يبقى انت بتعرفي وبتستفيدي من النت كده، بدل ما انت بتدفعي فلوس على الفاضي بتستفيدي من النت. فانت بتتعلمي شغل او مهارة جديدة وبتستفيدي منها وتشتغلي منها في البيت، وهتنفعي نفسك برضه وتنفعي اولادك. تمام. فطبعا يعني بصي كام شغلانة. طيب حاجة كمان، الحلويات، تقدري برضو ان انت تعملي حلويات وانت قاعدة في البيت. وبرضو زي ما قلنا قبل كده، انت مثلا مش خبيرة قوي في الحلويات مثلا او في المعجنات، في قنوات كتيرة بالهبل بتعرض حاجات الحلويات ديت، وازاي تعملي وازاي تعجنيها وازاي تحطي مش عارفة التركة الفلانية وازاي تعملي مش عارفة ايه. الحاجات دي كلها تقدري تطلعي بدل القناة 2 و3 و4، بدل ما تشوفي الطريقة طريقة و2 و3 و4 على اليوتيوب قدامك. فانت بدل ما انت قاعده بتقلبي على التليفون كده وشغله وقتك في حاجات انا اسفه كده ممكن ما تكونش ليها لازمه، لا استنفعي، استنفعي من التليفون اللي انت قاعده بيه وتستنفعي بالوقت بتاعك ان انت تتعلمي حاجه جديده وتقدري تعمليها وانت قاعده في البيت، وتستعيني بالله وتشتغلي. خلاص. برضو الحاجات دي تقدري ان انت تعمليها وتظبطيها وتكيسيها بشكل كده احترافي وبشكل جمالي كده، وتصوريها وتنزليها وتعرضيها على الجروب بتاعك، وتبدأي ان انت تشتغلي فيها. عندنا حوالي 6 افكار للشغل. ما تفضليش حاطه ايدك على خدك وتقولي انا ابدا منين وانا مش عارفه اعمل ايه وانا معيش. صدقيني يعني شويه الحلويات انت لو عملتيهم وخلاص، يعني انت بدأتي ان انت تستعيني بالله، والله العظيم كيلو دقيق، ابدأي بكيلو دقيق، ابدأي مثلا ب2 كيلو دقيق اكتر حاجه، ابدأي ب2 كيلو دقيق وابدأي اعملي، وابدأي حاجه كده بسيطه، ابدأي آه، اعمليها في البيت وسويها وصوريها او اعرضيها كده هوت على حبايبك. او ممكن تطلعي اول مثلا ايه عملتي اول كيلو ممكن توزعيه كده بس عشان خاطر ايه يدوق. شوفي دوقي جيرانك الاول ووري جيرانك الاول، وبعد كده مثلا ده هيعجبه ودي هتعجبها ودي هتقول لي دي ودي هتعرف دي. هتبصي تلاقي الدنيا مشيت. ما تقعديش وتحطي ايدك على خدك وتقولي لا
انا مش هعرف اعمل حاجه، انا مش الوقت خلاص ضاع مني وانا خلاص مش قادره، وانا مش هينفع، وانا البيت واخد كل وقتي، طب انا محتاجه دلوقتي فلوس، طب انا هعمل ايه؟ الكلام ده كله لا. على قد ما تقدري استعيني بالله، وابدأي واشتغلي واعملي اللي عليكي، وربنا هتبصي تلاقيه معاكي في كل خطوة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل إنسان على قد تعبه، بيدي كل بني آدم على قد ما بيتعب، وعلى قد ما بيشتغل، وعلى قد ما بيجتهد. ربنا عمره ما ضيع مجهود حد، ولا عمره ضيع تعب حد. احنا اللي دايما بنعطل نفسنا، واحنا اللي دايما بنفكر في أسباب ملهاش أي لازمة. عمر اللي نجحوا اللي بقوا حاجة، واللي نجحوا دولت نجحوا كده يعني بفلوس كتير وحاجات كتير، لأ، دول بدأوا من الصفر، وفي ناس كمان بدأت بأقل من الصفر. تمام، بس استعانوا بالله واشتغلوا على طول وبدأوا. اللي هو ما قعدوش يفكروا قولوا طب النهارده هنعمل، طب خلاص احنا ايه هنظبط الدنيا كده، ممكن نبدأ على بكره على بعده. لا، اخدوا القرار واشتغلوا على طول، وبدأوا على طول بأقل حاجة وبأقل التكليفات بتاعتهم. واحدة واحدة بدأوا ان هم يكبروا، وبدأت بدل ما تبقى الحاجة بسيطة بدأت ان هي تبقى اكتر واكتر، وبدل الدخل مكان مثلا 10 جنيه، لا بقت 100، بقت 200، وهكذا. لان كل واحد ربنا بيديله على قد تعبه، على قد مجهوده، وعلى قد هو ما بيسعى. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لي يعني اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ما قالش افضل نايم يا عبد وانا هديلك، لا. ما تفضليش حاطه ايدك على خدك وتقعدي تفكري كتير